السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، معكم أستاذ محمد محسن، مدرس رياضيات بمدرسة بن شايب سنديلة الثانوية والإعدادية. هل تعرفون معنى كلمة رياضيات؟ رياضيات معناها ترويض وتعامل مع مشكلات الحياة. إذن لنرى ما هو التعريف. إذن الرياضيات هي ترويض. هنا جاءت الكلمة ترويض، تعامل مع مسائل ومشكلات الحياة. طيب كيف هذا؟ مثلا هنا انظروا لهذا الرجل. هذا الرجل اشترى تفاح ب100 جنيه، 100 جنيه تفاح، واشترى أيضا موز مثلا أيضا 100 جنيه، ثم يريد الدفع. هل يجري عملية طرح أم جمع؟ نعم، بالتأكيد سيجري عملية جمع. إذن سيجمع، إذن مجموع كم؟ 200. إذن هو تعامل مع المسألة، روض المسألة، وبالتالي دفع 200 جنيه وقام بعملية الجمع. تمام؟ إذن الرياضيات هي ترويض وتعامل مع مسائل الحياة. طيب إذن السعر الذي اشترى به هذا الرجل كان 200 جنيه. طيب، وبالتالي نرمز للسعر الذي اشترى به هذا الرجل إكس. إذن إكس هذا تسمى السعر. وعند العودة للمنزل أخذ وسيلة مواصلات، دفع مثلا 20 جنيه. إذن بالتالي سوف يدفع، أو المجموع الذي سوف يدفعه في هذا في رحلة الذهاب والعودة للشراء، أو فقط العودة، سوف يدفع كام؟ مثلا 220 جنيه. إذن كم السعر الذي اشترى به البرتقال والموز؟ الحقيقة هذه معادلة في الرياضيات من الدرجة الأولى في متغير واحد، موجودة في الصفوف الإعدادية، الصف الأول الإعدادي، وفي الصف السادس الابتدائي، موجودة أيضا في الصف الثاني الإعدادي والثالث الإعدادي، وموجودة في المرحلة الثانوية، الأول الثانوي والثاني الثانوي. معادلة مشهورة من الدرجة الأولى في متغير واحد. إذن كيف نحل هذه المعادلة؟ هناك طريقتين: طريقة طرح المساواة، أن نطرح -20 هنا و20 هنا، أو ننقل -20 في الطرف الآخر بعكس الإشارة تصبح -20، وهذا ما سنفعله الآن. إذن الآن كيف يأتي هذا السؤال في الكتب؟ يأتي هذا السؤال في الكتب المدرسية أو حتى الكتب الخارجية، يقول: أوجد قيمة إكس. أوجد قيمة إكس، يعني إكس تساوي كم؟ إكس يعبر عن السعر. إذن الآن لحل هذه المعادلة، مثلا إكس طابت هنا ويساوي 220 طابت هنا، ما عدا -20 طابت بعكس الإشارة. إذا -20 تكون -20. إذا إكس تساوي 220 ناقص 20 يساوي كام؟ 200. وهذا هو السعر الذي اشترى به هذا الرجل. أيضا نستطيع في الرياضيات التعامل مع مبادئ الحركة في الصف الثاني الثانوي. مثلا هنا هذا الرجل قوته مثلا 50 نيوتن،
وفي اتجاه القوة في اتجاه اليمين، القوة اليمنى. وأيضا هذا الرجل أو هذا الولد قوته 50 نيوتن أيضا في اتجاه اليمين. لإيجاد المحصلة، إذا القوة الأولى قف واحد 50 نيوتن، القوة الثانية قف 2 أيضا 50 نيوتن. طيب المحصلة بالتأكيد سوف تكون مجموع القوتين سوف تكون عبارة عن قف واحد زائد قف 2. صحيح؟ وبالتالي قف واحد عبارة عن 50 زائد 50 يساوي 100. تمام؟ 100 نيوتن. إذا ستتحرك العربة في اتجاه اليمين، لأن طبعا هنا القوة اليمنى. أما إذا كانت القوتان متضادتان، مثلا هذا الرجل مثلا قوته مثلا وليكن 150 نيوتن، وهذا الولد أو ابنه مثلا 50، أصبح القوة اليمنى 200. وفي اليسار هنا هذا الرجل قوته 150، وهذا الشاب مثلا أيضا مثلا 50 أو 100، يبقى 250، وهذا الولد 50. إذا القوة الآن 300 هنا وهنا 200. إذا ماذا تتوقعون؟ بالتالي فعلا بالتأكيد العربة ستسير في اتجاه اليسار. صحيح. إذا الآن مقدار القوة هنا، القوة الكلية هنا 300 نيوتن، يبقى القاف واحد هنا 300 نيوتن. هنا القوة اليسرى 200 نيوتن، قاف 2 200 نيوتن. وبالتالي لإيجاد المحصلة سوف تكون عبارة عن، إذا المحصلة تساوي القيمة المطلقة لقاف واحد ناقص قاف 2. صحيح؟ طيب إذا بالطرح 300 ناقص 200 تصبح كام؟ 100 نيوتن، وبالتالي ستسير العربة في اتجاه اليسار. إذا الآن لنرى الاتجاه. طبعا تحركت العربة في اتجاه اليسار، وهذا يدل أن القوة اليسرى كانت هي إيه؟ الأكبر. طيب إذا نلخص هذا. طبعا هذا كان موجود في الصف الثاني الثانوي في الترم الأول في الاستاتيكا، أن المحصلة إذا كان في اتجاه أو في اتجاه واحد يساوي قاف واحد زي قاف 2. وإذا كان الاتجاهان متضادان أو في عكس الاتجاه، القوتان في عكس الاتجاه، فسوف تكون المحصلة قاف واحد ناقص قاف 2. طيب في الصف الثالث الإعدادي درس الدائرة، طبعا من خلال المركز، تحديد مركز الدائرة، ومن خلال نصف القطر، حيث أن جميع أنصاف أقطار الدائرة متساوي، نستطيع حساب مساحة الدائرة من خلال نق معناها نصف القطر، حيث أن نق معناها نصف القطر. إذا كان لدينا قطعة أرض على شكل دائرة، فإنه يمكننا حساب مساحة هذه الدائرة عن طريق القانون. إذا القانون مساحة الدائرة تساوي
باي ضرب نق تربيع. عن طريق مساحة هذه عن طريق نصف قطر نستطيع حساب المساحة. طيب أيضا اكتشفنا في داخل هذه الدائرة أن هناك زاوية مركزية، من خلال الزاوية المركزية نستطيع حساب مساحة القطاع. طبعا هنا موضع الزاوية المركزية، هنا ميم يعني المركز. لنرى ما هو قياس هذه الزاوية. اثنان وثمانون درجة. إذا الآن قياس هذه الزاوية 82 درجة. طيب وجدنا أن القوس المقابل هذا أيضا سوف يكون قياسه 82 درجة. هذا القوس المقابل سوف يكون أيضا قياسه 82 درجة. ممكن نسميه قوس ألف باء. إذا نكتب أن قياس القوس ألف باء يساوي 82 درجة. طيب ماذا اكتشفنا أيضا؟ اكتشفنا أن هناك زاوية محيطية على نفس القوس ولتكن هذه النقطة هاء. إذا هذه الزاوية هي الزاوية هاء. وجدنا أنها نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس. إذا قياسها كم؟ نصف 180 41. إذا قياس هذه الزاوية 41 درجة. ممكن بلون آخر حتى يكون واضحة أكثر من هذا. 41 درجة. إذا الآن الزاوية المحيطية قياسها نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس. مهما اختلف وضع المسألة، مثلا إذا كان هكذا، أيضا الزاوية المركزية ضعف المحيطية، أو العكس، المحيطية نصف المركزية. حتى إذا كان الوضع هكذا نفس الفكرة، الزاوية المحيطية نصف المركزية. طبعا يأتي بعد ذلك الزاوية الممسية والوتر والقطر، كل هذا إن شاء الله في الصف الثالث الإعدادي والمرحلة الثانوية إن شاء الله والإعدادية. سنشرح حسب التفصيل في هذه الدروس بالتفصيل إن شاء الله بإذن أيضا الرياضيات تتعامل مع علم الإحصاء مثل الوسيط والوسط الحسابي. كل هذا طبعا دروس موجودة في الصف في المرحلة الإعدادية والثانوية. مثلا سؤال مشهور في الصف أو في المرحلة الإعدادية بصفة عامة، صف السن الإعدادي مثلا، أكمل. السؤال يقول الوسيط للأعداد 12 13 9 25 10 هو نقط. إذا كيف نحل هذا السؤال، أو ما علاقة هذا السؤال بالواقع؟ طبعا مثلا هنا في مركز والتنوع الوسيط لإيجاد الوسيط، إذا كان لدينا عدة أو مجموعة من اللاعبين يقومون بالتسديد بعض كرات القدم. طبعا هذه التسديدات، وكانت هذه أرقام أو بيانات التسديدات. إذا كيف نحصل على الوسيط؟ أولا التنبؤ بالوسيط. هل الوسيط هو هنا 3 أم 4 أم 5 أم 9
أم 11 أم ماذا؟ إذا لإيجاد الوسيط لابد من ترتيب البيانات. مثلا الترتيب من الأصغر إلى الأكبر، 4 مرتبة أصغر، هناك 3 أصغر منها، ترتيب 4 5 قبل 9، ترتيب من الأصغر إلى الأكبر. مثلا هنا 5 9 11، هنا 5 أيضا قبل 9 11. إذا الآن فرزنا البيانات ورتبنا تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. ثم بعد ذلك نحذف الأطراف، لإيجاد الوسيط نحذف الأطراف. إذا الآن نحذف 3 مع 11، 4 مع 9، 4 مع 5. إذا الوسيط سوف يساوي 5. الوسيط هو 5، وهو القيمة التي تتوسط الأعداد أو القيم بعد ترتيبها تصاعدي أو تنازلي. إذا الآن ننتقل إلى شيء جديد، هو هل تعرفون معنى الأعداد السالبة؟ إذا الآن لنرى. مثلا هذا الولد كان على ارتفاع 69 متر. لاحظ ماذا يحدث الآن بالانتقال. تحرك الولد ثم قفز. لاحظ هنا الأعداد موجبة حتى يهبط إلى 0. هنا 0. هنا ما زالت الأعداد السالبة لم تظهر. على مستوى البحر 0. ثم عند الهبوط يهبط -3 متر أسفل مستوى البحر، حيث أن مستوى سطح البحر هو يعبر عن العدد 0، ثم الهبوط يعبر عن الأعداد السالبة أسفل. إذا الآن الرياضيات تعاملت مع جميع، أو يعتبر الرياضيات هي لغة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.